قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس، وشكرا لكم. على بعد أيام قليلة من انطلاق بطولة إفريقيا المرتقبة في الكوت ديفوار، يواصل الإعلام الجزائري الموالي لنظام الكابرانات شن حملاته المسعورة ضد المغرب، وتحديدا رئيس جامعة الكرة فوزي لقجع، الذي يصوره إعلام الجارة الشرقية بأنه المتحكم في كل قرارات الاتحاد الإفريقي للعبة. وارتباطا بالموضوع، انخرط إعلام الكبرانات منذ أسابيع في حملة تشكيك واسعة، الغرض منها الضغط على جهاز الكاف من خلال الترويج لمؤامرة وهمية يقودها لقجع تستهدف المنتخب الجزائري. في ذات السياق، يراهن الإعلام الجزائري على هذه الحملة لتبرير أي فشل مرتقب قد يواجه تقدم رحلة منتخب الجارة الشرقية في بطولة الأمم الإفريقية. لأجل ذلك جهزت أبواق الكابرانات منذ أسابيع ما استطاعت من التهم الجاهزة التي ستكون عنوانا بارزا لخروجهم من هذه المسابقة القارية. ومن الخزعبلات الجديدة التي يروج لها إعلام العار في الجارة الشرقية زعمهم أن لقجع قام بالضغط على الاتحاد التنزاني من أجل نقل تربصه الإعدادي من الجزائر، وتحديدا مدينة عنابة، إلى المغرب، وهو ما اعتبرته صحافة الجزائر مؤشرا على تحكم رئيس الجامعة المغربية في كل الاتحادات الكروية القارية.